ده شغال. الو الو 2 3 4. اهلا مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ انا مبسوط اني معاك في اوضتك. انت منين؟ اوكي ماشي. احنا يعني بعد ما اتكلمنا في الستيج وان كل ستيج مختلفة بالتفاصيل اللي احنا بنعيشها فيها والحاجات اللي بنحسها من البداية، فكرة ان احنا بنبقى في الاول متحمسين لحد ما واحدة واحدة الحماس بيبدأ يقل وبنبدأ نحس اننا بندور وبنلف في ساقية، والحوار بيتزايد علينا من ناحية الضغط. فمحتاجين نوصل بقى البوينت انه تمام، what should I do؟ انا دلوقتي حالا المفروض اتصرف ازاي بسرعة قبل ما الحوار يوسع مني. خلاص سنس كده ان احنا عرفنا شوية دنيا البيرن اوت، عرفنا الاسباب ايه، الستيجز احنا ممكن نبقى واقفين فين، فده يساعدنا شوية ان احنا نعرف نمانج الموضوع من كل بقى النواحي. انا بحس انه في حاجات كتير انا ممكن يعني اظبطها من بره، وفي حاجات ممكن اظبطها من جوه. اول حاجة الحاجات اللي اظبطها من بره، طيب ده بجد اول حاجة فعلا ودي اهم حاجة، انه اظبط كل حاجة اكسترا ممكن تكون بتتم، بحيث ان انا احافظ على الليفل الطبيعي جدا من الشغل. ده هياخد وقت ومش هيبقى دايما سهل، لانه خاصة لو احنا بنشتغل في بيئة، فالناس هتبقى متوقعة مننا حاجات اعلى، لان احنا عملنا الحاجات الاعلى والحاجات الزيادة دي قبل كده. فونس ان احنا نحاول نقلل الحاجات الزيادة دي، الناس اللي احنا بنشتغل معاهم سواء كانوا مثلا المديرين او اي حد سوبيريور، هيجي في بوينت ويقول ان انت بتشتغل اقل. والحقيقة ان احنا مش بنشتغل اقل، احنا ببساطة بنشتغل الطبيعي، بس احنا عشان كنا بنشتغل اكتر قبل كده فده مش باين. فدي هتبقى مشكلة دلوقتي ان احنا نقلل ده، بس محتاجين نعمل ده، لان احنا حتى لو ظبطنا الموضوع داخليا ستيل هيبقى فيه مشكلة. اوكي، فدي اول حاجة. تاني حاجة الجملة اللي انت بتحبيها بس هما احنا محتاجين نقول لا. يعني حاجات كتير قوي من اللي احنا بنعملها بنعملها بسبب ان احنا ببساطة ما بنقولش لا، واحنا داخليا مش عايزين نعملها. ما بنقولش لا علشان احنا محرجين، او احنا مش عايزين حتى قدام نفسنا نبان ان احنا مش عايزين نعمل ده، او ان احنا مش قادرين نعمل ده، وايل انه الحقيقة لا، احنا لا قادرين ولا عايزين، وده مثلا ممكن ما تكونش حاجة مهمة بالنسبة لنا. ف فلا فلا بس هي حاجة بديهية جدا، ولكن محتاجين نقول لا. الباوندريز عامة حاجة مهمة جدا، بس بالظبط. لا شكرا. بس بحس ان الباوندريز برضو، عارفة انتي، من الحاجات اللي هو الواحد طول عمره بيقعد يظبطها، يعني ما بيجيش كده في بوينت ما يظبطها مرة وخلاص هي بتظبط طول حياته. لا، بحس ان دي حاجة الواحد بيفضل يشتغل عليها طول حياته، زي حاجات كتير يعني، ولكن برضو ما يعني مش مرة كده وخلاص هي ظبطت. انا فاهمه. بالظبط. بحس انه انا مش عارفة، طبعا ربما ما يكونش ده حاجة يعني اللي هو ايه accurate او كده، ولكن بحس ان في ناس كتير من اللي اعرفها اصلا عندها مشكلة على فكرة مع الباوندريز. انا برضو كان عندي مشكلة مع الباوندريز. هي حاجة على فكرة مش سهلة، وفي ناس كتير على فكرة بتستغل ده. احنا بجد كلنا عندنا مشكله رهيبه موت في حوار الباوندرز ده، من حته اصلا ان هم يعني الناس مش واعيه كفايه بحته ان انا اصلا يبقى عندي باوندرز. ولو بدات افهم ده واشتغل عليه، هتتهاجم من كل اللي حواليك ان هو والله من امتى يعني، اصله من امتى؟ طب ما انت طول عمرك مش عارفه بتعمل ايه، بالظبط. بالظبط وهكذا بقى. شكرا. فده بالظبط. بجد بيقلل من عزيمه البني يا ادم لو نهار هو ابيض، عاوز فعلا ده حلقة لوحده. يحل المشكله دي. وحياه ربنا يا اسطى احنا اه، بنعاني بجد، بنعاني ده في القصه حقيقي دي. جدا. بالنادي بقى احنا نناشد من هنا ونعمل حمله، ننادي كلنا يا جماعه بجد كلنا مضطرين نحط باوندرز وكلنا نحترمها. احنا لو كلنا عملنا كده خلاص ما مش هنلاقي حد بيرازينا، فهنبقى ماشيين كلنا زي الفل. كملي انا اسفه. نقعد كلنا نتفق يا جماعة، كل واحد ليه الحدود بتاعته. من الاخر عشان نعيش بس عارفة مرتاحين. كمان ايه، هقولك على حاجة ودي هتيجي دي من، بس شكرا. بس انا هقولك على حاجة، بوينت مهمة جدا آه، في وسط الحلول دلوقتي من اسباب البيرن اوت، وده اللي انا لاحظته دلوقتي. البيرن اوت
ممكن تلاقي شخصين مختلفين في نفس البيئة، بنفس التاسكات، بنفس كل حاجة، مش هنقول بنفس العوامل طبعا ولا بنفس الحياة، ولكن تلاقي ان حد burnt out اسهل من التاني. ايه ممكن يبقى سبب حاجة زي كده؟ في اسباب كتير، بس في سبب ما. الناس البرفكشنست بيميلوا ان هم يحصل لهم بيرن اوت بسهولة للأسف. وايه السبب في كده؟ بحس انه عامة البرفكشنست ربما نكون منهم، ربما ما نكونش منهم. بنسعى والله، احنا بنحاول، انت فاهمه. مش عارف يقول انه perfectionist enough. فاهمة، لو يعني اللي هو دي حتى مش positive trait، يعني لو الواحد يقول الله انا perfection هي دي مشكلة by the way. بس عارفة انت اللي هو من حرفيا. فرط البرفكشنزم اللي هو مش عارف يقول ان هو perfectionist كفاية، فاقول على فكرة أنا منهم. طب انت متأكد ان انت منهم؟ فاهمة انت اللي هو زي الامبوستر سيندروم كده، اللي هو انت متأكد ان انت كويس كفاية ان انت يبقى عندك امبوستر سيندروم؟ متأكد؟ هي نفس الفكرة. المهم، فال الناس البرفكشنست بيبقى عندها دايما مشكلة ان هي مش عارفة تميت الاكسبكتيشنز او تحقق التوقعات بتاعتهم هم شخصيا، مش بتاعت اللي حواليهم. ف الهوس او الاوبسيشن الزيادة بالنتيجة بيخلي عندهم حرق عالي قوي في المجهود المبذول، لدرجة ان هم بيوصلوا لمرحلة ان مفيش اي نتيجة ممكن يوصلوا لها هترضي التوقعات بتاعتهم. فبالتالي بتبقى سايكل، بمعنى انا دلوقتي مثلا عايزه اطلع نتيجه معينه لان انا شايف نفسي ان انا لازم اطلع حاجه بالكفاءه دي. اوكي. وبالمناسبه بشكل لا واعي ده ممكن برضه يبقى الجذور بتاعته انه آه دي حاجه فعلا سبحان الله جت في دماغي، انه بحس ان في ناس ممكن من النوع ده، ممكن ما يبقوش كلهم، برضه هي شيء لا يعمم يعني، ان هم بيحطوا قيمتهم الذاتيه في الحاجه اللي بيعملوها. فبالتالي انا 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 الحاجه اللي انا بعملها. ايوه ايوه، قول يا حلو قول. يا نهار ابيض. هنعيط، هنقفل ونعيط برضه. ف فانا الحاجه اللي انا بعملها، والحاجه اللي بعملها هي ريفليكشن 100% ليا. انا مش معزوله عن الحاجه اللي انا بعملها، والحاجه اللي انا بعملها دي مش نتيجه للمجهود بتاعي. الحاجه اللي انا بعملها دي هي حاجه بتمثلني 100%. فاذا الحاجه دي لو طلعت معيوبه او ديفكتد او منقوصه او ايا كان، ده بيقول ايه؟ ما بيقولش حاجه غير ان انا اللي فيا مشكله العيب. فيا انا. وعايزه اقول لك ان المشكله ان الموضوع ده بيحصل بشكل لا واعي. يعني يا ريت مثلا الواحد بيبقى بشكل واعي تماما، بيبقى عارف ان هو بيفكر في الطريقه بالموضوع ده بالطريقه دي. طبعا الواحد لما بيعرف ان هو يسبوت ان ده بيحصل، بيبقى سهل قوي ان هو يعرف انا بعمل ده عشان ده عشان ده. بس في العادي ده بيبقى بشكل لا واعي، هو بيبقى اللي في دماغ الواحد انا عايز اعمل الحاجه بشكل كويس، بشكل ممتاز. طب ليه؟ فليه بتجيب ليه بتجيب ليه بيبقى هو ده عارفه انت السبب، هو ده الكور يعني. المهم انه آه دي صعبة الحل جدا، ولكن دي احنا مش هنحرق الحل بتاعها دلوقتي، هنيجي للحل بتاعها في الحاجات الداخلية اللي تتظبط. آه شوقنا اكتر يا عم، يا عم ف شوقنا. اوكي. طيب، ف خلاص هنظبط الباوندريز. انا ممكن احس اسوأ لما اقول للناس لا، وهنحس اسوأ بالمناسبة، خاصة النوع دي من الناس، ونبقى مستعدين واحنا بنحس اسوأ بالمناسبة، ولكن احنا نبقى عارفين انه ده الصح. الصح لاسباب كتير جدا، ده مش الطبيعي. الحرق اصلا اللي بيحصل دلوقتي، وليكن مثلا لو احنا حتى بصينا له بس من زاويه النتيجه اللي طالعه مش هتبقى كويسه. حتى يعني لو احنا بس هنقول بس المهم مثلا النتيجه تطلع كويسه جدا او كويسه كفايه، لا هي النتيجه برضه مش هتطلع كويسه. فبس دي شويه حاجات نظبطها من بره. برضه ممكن يبقى في حاجات زي ان احنا نتواصل مع حد، ان احنا نقول له ان انا عندي المشكله دي. فممكن في مجال الشغل لو في حد برضو يقدر يساعدنا في ده. مش متأكدة الناس كلها تعرف ينطبق عليها النقطة دي، بس لو في حد كده أظن ده هيساعد جدا. حاجة كمان بتساعد جدا جدا وهي السبورت سيستم. بجد يعني أنا لو كلمتك نص ساعة بس هما خلاص أنا بحس إن أنا تمام. يا يعني بحس إن أنا يا طيب، ما لهوي. الدنيا حلوة، ما الدنيا حلوة اهي.
فمهم قوي 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 الواحد بجد ان هو يكلم حد، يتواصل مع حد حرفيا، ان هو يخرجه من دماغه. آه، اوكي. حاجة كمان، الحركة. اي نوع من الحركة، جيم، مشي، جري، مش عارفة، اي حاجة، اي نوع من الحركة بتخرج الواحد قوي من دماغه. ما بيبقاش الهدف ان الواحد يحرق ويطلع اندورفينز، فالاندورفينز تحسس الواحد ان هو اسعد، والكلام ده كله طبعا بيحصل وبيبقى صح وبيساعد. بس بحس ان السبب كمان في ده انه الواحد بيخرج من دماغه لجسمه، فبالتالي ده بيفك القفلة بتاعة البيرن اوت بتاع دماغ الواحد. بالمناسبة برضو الحاجات دي بتاخد مجهود. يعني بحس انه محدش بيبقى بيرنت اوت وبيحس ان هو انا مزنوق جدا وورايا مثلا مليون حاجة، انا هقوم دلوقتي اجري مثلا. لا. محدش بيعمل كده، محدش بيعمل فبرضو كده خالص، ما يا حدش. لهوي. شكرا. زي حاجات كتير بتساعد ما حدش بيعملها مع نفسه، فبتحتاج ان هي تتظبط. عارفه انت، لو مثلا هخلص التاسكات اللي ورايا اللي هي كذا، واكتفلي هعمل دي، اوكي، وهنجيلها برضو في الحاجات الداخليه. ممكن طبعا يبقى في حاجات تانية تساعد. عامة التاسك مانجمنت والتايم مانجمنت، بحس التاسك مانجمنت اكتر، انه بمعنى ان انا يبقى الموضوع متظبط عندي كتاسك، مش كوقت مثلا مقضي في حاجة معينة. لو انا مثلا مش عندي ساعتين كذا بعملهم، انا من اول 8 مثلا ل2 بعمل كذا، لا، هو انا عندي 1 2 3 بعمله، فالحاجات دي هتتعمل، فمحتاجة تتعمل في تايم فريم معين. بس طبعا على فكرة برضو التاسك مانجمنت والحاجات دي تاخد وقت كتير قوي عشان تتظبط. فماشي. فا اه في حاجات طبعا تانية، بس بس هي دي الحاجات اللي بتساعد. فخلاص كده كل اللي عملناه ان احنا حاولنا نقلل كل الضغوط اللي من بره بأكبر قدر ممكن. فيتبقى بقى ان احنا نشتغل على ان احنا نظبط ان احنا نستحمل اكبر قدر من الضغط اللي احنا عارفين ان احنا ممكن نتقبله. لو خلاص احنا قلنا قبل كده ان احنا عارفين انه المجهود المبذول في الموضوع ده قد يساوي العائد منه، او يعني ان هو جايب همه من الاخر، فخلاص اذا احنا هنستمر في اللي احنا بنعمله ده. طب احنا محتاجين بقى نظبط ان احنا نعرف نتعامل مع ده. طيب، اول حاجه، ودي حاجه انا اتعلمتها برضه، الا وهي النقطه اللي احنا لسه قايلينها من شويه، احنا مش الحاجه اللي احنا بنعملها. يعني مهم قوي ان احنا نفك التعلق ما بيننا وما بين النتيجه او العائد اللي احنا بنعمله، او الديتاتشمنت. لو انت بتعملي حاجه على فكره، سواء الموضوع بشكل بروفيشنال او لا، اللي هو حتى لو حد فاتح مشروع. بسم الله، بسم الله. ماشي، الحمد لله، شكرا. تحفه والله العظيم، ده دي هسيبها، يعني دي هتتسيب. آه، والله ما اكتشف. طيب، مهمة قوي قوي حتة انه دلوقتي احنا بنعمل حاجة، بنحط كل المجهود اللي ممكن يتحط فيها، بنسعى بشكل اقصى على الاقل بالنسبة لنا. ممكن ناس تارجيو ان احنا حتى مش لازم نسعى باقصى شكل، بس يعني هنقول ان احنا كل اللي في ايدينا بنعمله مثلا في ان احنا نطلع مثلا النتيجة المعينة. دلوقتي الحاجة اللي بتحصل دي او الحاجة اللي بتطلع هي مش احنا، ببساطة شديدة جدا. لو حصل عيب في حاجة، فدي مش آخر الدنيا. ده مش معناه ان انا شخص سيء، ده مش معناه ان انا افشل حد في الدنيا فمش عارف يطلع ان الحاجة تبقى كويسة. لو حصل مشكلة بسبب مثلا ان الواحد اخطأ او نسي او اتلخبط او الحاجات حتى البسيطة دي، او لو حاجة اكبر شوية، ده مش معناه ان الواحد ميؤوس منه. لان بحس ان الناس البرفكشنست بتميل لكده قوي، انه مشكلة تحصل خلاص الجسم بيفعل وضع ان انا في اسد بيجري ورايا في الغابه. عارفه انت الموضوع ده، اللي هو الكورتيزول ما بيفرقش ما بين ان انا في مشكله حصلت في الشغل بسيطه، او ان انا في حد بيجري ورايا عشان يقتلني، عارفه. فدي الفكره، انه الشغل هيتعمل، الشغل هيحصل، الواحد يبقى عارف ان هو ادى في الشغل قبل كده وعنده الامكانيات ان هو يعمل ده وبيعمل ده وبيشتغل على نفسه، وفي نتيجه بتطلع منه.
وكل ده بيحصل، بس كل ده ما بيشترطش ان الواحد يحرق في دماغه اعصابه. يعني المجهود بيبذل، النتيجة بتطلع بس الحاجات دي ما بتتطلبش ان انا التوتر والانكزايتي والضغط والحاجات دي كلها تحصل. الحاجات دي مش متطلبة للمشاعر دي على فكرة خالص. عارف انت، اللي هو الواحد لو بس بيباص ثانية كده ان هو يقول انا مثلا بشتغل الحاجة الفلانية دلوقتي، الحاجة الفلانية دي هتحصل بشكل لوجيك، انا محتاج اشتغل عليها، بس انا مش متطلب خالص ان انا احرق في اعصابي عشانها. ده اللي مش لازم يحصل. طبعا هو يبان فكرة كده اللي هو abstract في الهوا، اللي هو حاجة كده، ايوه ماشي، انت عايزة ايه برضه، ولكن هي العقل بيضحك عليه قوي في الحتة دي. بمعنى هي دي ايه اللي البوينت. مش ضروري يحصل بالظبط. يعني انت رأيك مثلا الموضوع ده ممكن يحصل ازاي؟ انه انت اختبرتي الموضوع ده، ولا لو انت اختبرتيه عرفتي ان انت تدركي النقطة دي قوي، او اللي هو او حتى لو لما ادركتيها اللي هو عرفتي تتعاملي معاها بالطريقة دي؟ بصي، شويه وشويه يعني. أنا كل اللي انت بتقوليه انت عماله تتكلمي وانا اللي هو خلاص يا صاحبي، خلاص بالله عليك، ما أنا كفايه طيب الكلام ده. ما تخبطي فيا جامد ماشي. فحرفيا كل ده بيحصل معايا، بس اوقات بعرف اضحك بجد على دماغي، واوقات لا، دماغي هي اللي بتدشمل الدنيا. ما عنديش كونسبت، ما عنديش حاجه ثابته بعملها كل مره وبتنجح وكده. بس انا بعتمد موت بجد حوار ان انا اقعد بقى اقول بصوت عالي اللي هو بصي الحوار ده عادي. بسمة مشكلة، دي مشكلة عبيطة صغيرة جدا. ايه المشكلة؟ هو انت يعني ما حدش بيغلط؟ كل الناس بتغلط. ثانية واحدة، هو انت مش عملتي الشغل ده اصلا بقالك سنة شغالة وما فيش ولا مرة حصل مشكلة؟ هل ده بقى مبرر دلوقتي ان انت تيجي تقولي ان انت مش شاطرة وان انت محتاجة تسيبي الشغل وتتوتري؟ خلاص عادي عادي عادي، دي مش اسوأ حاجة في الدنيا، دي مش اكبر حاجة. بجد بقعد بقى امسك نفسي بستفها كده لحد ما الحوار بيهدى في دماغي. بالظبط. هي حرفيا دي الطريقة الوحيدة اللي الواحد يعرف يتعامل معاها بالطريقة دي. هي موقف، عارفة الموقف بموقفه، اللي هو نفس الفكرة. هي مش حاجة اللي هو أنا هحلها فهي تتحل النهاردة وخلاص، أنا مش هعاني منها بقية حياتي. ولكن هي كل مرة الواحد يحس بده بالظبط يقعد يفكر مع نفسه إنه اللي بيحصل ده دلوقتي هي مشكلة، بس هي مشكلة حجمها قد إيه، وهي المشكلة دي بتمثلني. أوكي، أنا سبب في المشكلة دي، أنا ما خدتش بالي، أنا غلطت، أنا مش عارفة عملت إيه، بس انا غلطت الغلطه دي، مش انا اللي فاشل. يعني هي فاهمه قصدي؟ عارفه انت الناس اللي بتتكلم مثلا في التربيه الايجابيه وكده، فيقول لك ان انت تفصل، ان انت ما تعاقبوش مثلا بالحاجه اللي هو بيعملها. يعني ما تقولوش انت مش عارفه مثلا ضربت مثلا كذا، فانا ما بحبكش عشان انت بتضرب كذا. لا، انت ارفض الفعل نفسه ببساطه. انت ارفض الفعل. طبعا هو فكره ان الواحد يقيسها على التربيه حاجه condescending جدا، بس يعني بس هي نفس الفكرة، انه في الاول في الاخر انت انسان كفء، طلعت قبل كده شغل كويس وبتعرف تطلع شغل كويس. ان انت تخطئ ده الطبيعي، لان الانسان مخطئ، احنا مش مكن. فده اللي بيحصل اوريدي، بس انت بتتعامل معاه ازاي. لانه على النقيض لو احنا ما عملناش كده، كل خطأ من ده بيقعد بقى يعطلنا. انا كل خطأ، عارفه انت، كل غلط من ده يا بسمة بجد بيحصل بيقعد بقى يفضل في دماغي. طب انا عملت ده، المفروض ما كنتش اعمله. ما انا لو كنت فكرت، طب انا المفروض ما كنتش اعمل كذا. طب ما انا كان في جزء جوايا عارف ان ده كان ممكن يحصل، انا ليه فاهمه؟ وهكذا. اوكي، هو الفتره دي بالظبط ال... الجزء اللي احتله من دماغي، انا كنت ببساطه شديده جدا كنت ممكن اعمل مجهود بداله، او ممكن كنت ارتاح بداله، وكانت الانتاجيه هتبقى احسن. حتى لو احنا هنقيسها على الانتاجيه اوفرول، مش هنقيسها بقى على الصحه النفسيه وكده. ف detachment is a key. بس هي فعلا الواحد بيحتاج ان هو يقعد يتدرب عليها، وكل ما الواحد يتدرب عليها كل ما بتبقى اسهل واحسن بعد كده. بس في الاول بتبقى رخمه، وممكن حتى الواحد عارفه اللي هو يضحك شويه، اللي هو فعلا انا فعلا غلطت ومش انا اللي غلط والكلام ده. بس اكشلي هي بتساعد. عارفه اقول لك انه في الازمات الكبيره او في الظروف العالميه اللي بتحصل، مثلا الواحد لما بيقعد يبص انه حياته دي هي جزء محدود من العالم والحروب والكوارث والظروف السياسيه،
فبتحس انه الواحد هو قطعة قليلة من العالم ده، برغم يعني حتى لو هو يعني حتة صغيرة كده من الدنيا كلها، بس هو ستيل الأخطاء اللي بيعملها تكاد تكون ما تجيش حاجة. يعني ممكن تبقى صفر حرفيا على الشمال بالنسبة للي بيحصل. بالظبط. عارفة انت اللي هو الناس تقعد تقول طب شغل ايه في حرب عالمية وكده، يعني انا ضد صراحة الجملة دي، بس انا ستيل آه ايه حرفيا الغلط اللي اي حد بيعمله ما بيجيش حاجة في اللي احنا عايشينه. ف برضه مهم ان الواحد يفكر نفسه ان هو عايش في حاجة محدودة، وانه غلط وهو غلط خلينا نقول ان هو قليل جدا جدا بالنسبة اللي بيحصل. ف يعني ده برضه بيديه شوية يعني. ولا دي ممكن تتاخد اوفنسيف. بصي هي الفكرة انه انت بس هو ادراك بحجم الواحد بالنسبة للي بيحصل، فاهمة قصدي؟ يعني عارفة انت اللي هو ان الواحد بس يرجع الاخطاء دي لحجمها، لانه احنا دايما بنميل ان احنا نكبر الحاجات دي قوي، بنكبرها قوي بالظبط. وبنديها اكبر من حاجة. هي دي بس بتبقى المشكلة. اصل الغلط خلاص حصل ماشي هيتصلح خلاص، ولكن مش مطلوب ان انا افكر فيه ولا اقعد اندم عليه ولا انا اقعد اعمل، مش مطلوب كل الحاجات دي خالص. فالمطلوب ان من كل اللي بيبقى مطلوب من الغلط ان هو بيبقى اشاره لحاجه مش متظبطه، محتاجه تتظبط. اوكي، ده لو احنا قلنا في الاخطاء اللي انا بعملها، فاهمه؟ ده بس كل اللي بيبقى مطلوب. بس لا، ليه يعني كل حاجه هي اخر الدنيا بالنسبه في دماغ ناس كتير مثلا. انا شخصيا ممكن ابقى مثلا منهم في مواقف معينه. طب ده مش منطقي، فاهمه؟ فبيبقى ادراك حجم الواحد في العالم مهم جدا. اوكي، متهيالي برضو فكرة انه الواحد يبقى واعي بده طول الوقت. دي بقى حاجة انه اوكي انا مش لازم ان انا استنى لحد ما نوصل مثلا زي ما احنا اتكلمنا ان انا اوصل لستيج 5 او 4 او وات ايفر، فابدا اعالج بقى وابدا احل او ابدا ان انا طب انا مثلا خلاص انا اتحطيت في الموقف ده قبل كده وعارف ان انا مثلا ده بيحصل لي، فابقى انا واعي كفايه ان انا عارف ان انا داخل على ايه، عارف ان انا مثلا لا، الدنيا دي كده بتقول ان انا اللي جاي مش تمام وهكذا. فده بيساعد جدا طبعا. اللي هو الحق نفسي في ستيج بدري قبل ما الحوار يكبر ويوسع واضطر بجد اخد اكشن بقى. ممكن يبقى اكبر، ممكن ابعاده هتبقى مختلفه، يعني نفس فكره بجد اللي هو احنا بنحس بشويه كحه او حراره او كده ناخد دواء معلش حسيت ان انا عايزه اقول كده فكك. كل حاجه ما بنلحقها بدري عامه والله الدنيا بتبقى تمام. أي- بس يعني بلد. بالظبط، شكرا، ايوه. وحاجه كمان دي برضو ساعدتني قوي، برضو دي حاجه انا وصلت لها بعد لو ادركت قد ايه هي مهمه غصب عني، فاهمه؟ ان الواحد يفصل بشكل اكتف. يعني ايه بقى بشكل اكتف؟ انه دلوقتي انت مثلا خاصه الناس، بصي بحس برضو ان الناس اللي هي بتشتغل مثلا بشكل ريموت او بشكل مثلا لا، او اللي هي مثلا بتبقى من البيت او اللي هي بتبقى ظروف شغلها فليكسبل، هي ما بيبقاش عندها حدود واضحه لشغلها، هي بتبقى المتحكمه في شغلها، صح؟ ففي ناس كتير جدا بيتسابق بيها الامر ان هي بتشتغل طول اليوم، كل يوم طول الاسبوع وهكذا. ف طيب، سواء ده او سواء الناس اللي بتشتغل بشكل عادي، دلوقتي الواحد يحدد وقت هو ملزم بيه ان هو يفصل، مهم جدا. لان هو الدوم سكرولينج دي برضو من الحاجات اللي بتزود الموضوع، بتبوظه قوي. آه، ماشي، هي بتفصل دماغ الواحد وبتفك دماغ البني ادم قوي عن الحاجات دي، بس هي الدوم سكرولينج اصلا دوبامين سريع ورخيص حرفيا، بيخلي الواحد ما يعملش الحاجات اللي هتجيب له الدوبامين الصح، عارفه اللي هو تحس الدوبامين الهيلثي او الدوبامين اللي بيحل الازمه دي. آه فايا كان، ببساطه دلوقتي انت مثلا راجعه من شغلك تعبانه، فاول حاجه هتعمليها ايه؟ خلاص هتريحي، ده المطلوب برضه، دي حاجه عادي مهمه. وهتمسكي الموبايل تقعدي تسكرول 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 لحد مثلا ما تحسي ان هو خلاص تمام. لو انت تمام فعندك قابليه ان انت تعملي انشطه تانية، خلاص تعملي كده. بس الحاجات دي ما بتساعدش الواحد ان هو يفصل من الشغل خالص. لازم الواحد يبقى عنده حاجه يعملها ان هو يفصل بيها بشكل اكتف.
بمعنى ان هو يبقى حاضر فيها، يبقى هو حاضر في الوقت ده، يبقى هو موجود تماما وهو بيعمل الحاجة دي، وهو بيعملها بشكل قاصد. زي ما هو مثلا بيبقى موجود تماما وهو بيشتغل، لازم يبقى هو موجود تماما وهو بيعمل الحاجة دي، سواء الحاجة دي بقى كانت جيم، سواء كانت أي نوع من أنواع الهوايات. آه ممكن مثلا لو الواحد بيقرأ، لو الواحد مش عارفة بيعمل كرافتنج من أي نوع، لو أيا كان حرفيا نوع الحاجة، بس هو يبقى رايح لها مخصوص، ان هو يقابل الناس مخصوص. لانه من الحاجات اللي بتحصل في البرن اوت برضو ان الناس بتنعزل جدا، لان هي بتبقى حاسه دايما ان هي overwhelmed من التاسكس اللي وراها، فبالتالي هي ما بتبقاش عارفه ان هي تكوب مع ده، فبتنعزل عشان تعرف تصلح ده داخليا. وفي نفس الوقت هي بيبقى عندها شعور بالشيم مثلا او كده، ان هي مش عارفه تعمل الحاجات اللي وراها، فبالتالي هي مش هتعرف، او هي ما عندهاش استعداد ان هي مثلا تتبسط مع الناس، او ان هي تلاحق على الناس وهكذا. فبرضو العزلة دي حاجة وحشة جدا، محدش يعملها. فعارفة لا ينصح بها يا جماعه، معاكم اطباء كل لا حاجة. ينصحوا لو بالعزله تماما. احنا اتنين اهو يعني، حاسه بقيت الاطباء دي العشرة اكيد برضه كبرتنا هيبقى جدا نفس يعني، بس تمام. يوم نفس الوقت. حسيت ان اديت لنا حاجه كده احنا. آه ماشي. آه احنا بناخد الاسم بس. أي. الحاجة الوحيدة اللي بناخدها من التقدير. اوكي. فبرضه الواحد بس يبقى اكتف قوي في اللي هو بيعمله عشان يفصل من ده، بس ما يسيبش ان الكوبيك ميكانيزمز اللي هو بيعملها عشان يكوب مع حاجه زي البرن اوت ان هي تسحبه. هيلاقي نفسه ان هو بينعزل، وهيلاقي نفسه ان هو بيقعد حرفيا بيقعد على السرير يدوم سكرول ومش عارف يعمل. الحاجات دي كلها بتزود الموضوع سوء، ولكن ان هو اكشلي بشكل إن لا يقوم يعمل حاجه بشكل كده مقصود، وايل ان هي على فكره بتاخد مجهود وبرضه بتبقى متعبه. انت عارفه المشكله ان في حاجات كتير جدا حلها بتبقى حاجه متعبه، دي حاجه منها. بس هي اللي بتصلح الحاجه، هي بتحسس الواحد ان هو عنده حياه بره السحله اللي هو فيها. اظن في حاجات تانية برضو. اظن في ناس تانية ممكن يبقى عندها experience في حاجات هم عملوها مع نفسهم. بس يعني دي حاجات بتساعد قوي برضو يعني. انا حابه برضو قوي اعرف انت ازاي بتكوبي مع حاجه زي البرن اوت. اه يا ساتر يا رب يا اسطى، الحوار ده بالنسبه لي بيبقى يعني ما اعرفش. انا طبعا ما كنتش بقى اعرف اي تفاصيل من اللي انت قلتيها. طبعا بجد انا المنتاليتي بتاعتي كانت عادي على قد معلوماتي المحدوده، انه يا لهوي بجد الحقوني انا مضغوطه وكده. ويا اما بجد بختفي، يعني انا بختفي تماما وبحاول ابعد عن اي حاجه. طبعا قبل كده ما كانش بيبقى فيه شغل، ف... فكنت بختفي تماما، اللي هو بجد انا ما بنزلش وما بتكلمش مع حد، مش عارفه ايه كل الكلام الجميل ده. لما بقى في شغل فبقيت بقى كده كده انت عارفه اني طبعا لما بختفي بقطع كل وسائل التواصل الاجتماعي وكده. محتاجين اي حد يسمع بس يقول لها ما تعملش كده. فانا ببقى بجد مش بستخدم السوشيال ميديا خالص، بس انا بنزل الصبح الشغل. عامة بعد ما العالم كله قال لي ما تعمليش كده هعمل برضه. يا جماعة انا ملجئي والله العظيم. المهم انت آه، انا كنت ببقى متقدره جدا انه طب ما انا هنزل برضه هشوف الناس وهتعامل معاها وهعيش نفس الحاجات اللي انا حاسه ان هي ضغطاني. يعني ما فرقتش بقى دلوقتي، انا يا فرحتي لما قفلت الموبايل وكده وما بقتش بقى افتح نت وكل الكلام الجميل ده. فما كنتش بلاقي مهرب من ده غير لما للاسف الحوار كان بيجي من دماغي. يعني هو منتلي كده انا بقعد انا ونفسي واقول لها يهديكي يرضيكي، طب ما اصل هنعمل ايه، طب ما بالله عليك عايزين حل. فواحده واحده كنت بحاول اسحب نفسي من ده واحاول ارجع يعني ما كنتش بعمل برضو اكتيفيتيز قوي زي ما انتي قلتي، بس اللي هو طب ما جربي نعمل حاجه مختلفه، حاجه ما عملتهاش بقالي كتير مثلا. اللي هو طب ما يلا نشوف فيلم، يلا نتمشى. انا انتي طبعا عارفاني مجنونه وكده، كنت مضيعه عمري كله ان انا بتمشى في الدنيا الصبح وبالليل والغروب. التمشية دي مش عارفة كنا هنعمل ايه من غير التمشية والله. اه بالظبط، يا لهوي.
والله العظيم ومن غيري. مثلا برضو من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي ان انا بجد مش عارفه كنت هعمل ايه من غيري. يا دي حاجه لهوي. مهمه جدا يا جماعه. ربنا طبعا يبارك لي في صاحبتي ويا بخت اي حد عنده اي حد فعلا بيساعده لما بيكون حاسس ان هو تم استنزاف بجد. دي حاجه بتفرق جدا يعني. شوفي انتي قلتي حاجات كتير قوي لحل فكره البيرن اوت. انا اكتر حاجه بريليت ليها فرق يعني بتفرق معايا وبحسها بجد في اي حاجه في الدنيا مش في حوار البيرن اوت بس هو فكره السبورت. إيه سحر والله العظيم ايه ده سحر سحر ان ده مفعول اقوى من الادويه انتوا ايه الهبل. ده حقيقي، والله العظيم ايوه. سبحان الله والله العظيم سبحان الله. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا ينعم على الناس كلها بوجود ناس في حياتها تقدم السبورت في وقت الاحتياج ومش في وقت الاحتياج عامة الناس يعني بجد دي نعمة كبيرة قوي الحمد لله طبعا هي عندنا. على فكره هقولك على حاجه، دي نقطه حلوه قوي، انه في اي حاجه بقى من الحاجات دي بره البيرن اوت، الحاجات اللي ممكن تبقى اكستريم عن كده وهي مختلفه، او المنتل ايشوز يعني فعلا، انه بيقولك مثلا انت لازم تتعافى بالطريقه دي. التعافي مع الناس هي حاجه مهمه جدا، ومفيش بديل ان الواحد يتعافى وسط ناس ايا كان نوع الناس دول ايه، يعني حتى وصولا ان هم ناس غرباء مثلا، فمش عارفه عارفه انتي اللي هي بتبقى زي زمالات او حاجه زي كده، وصولا مثلا للتوب، حرفيا حد يبقى عنده اصحاب قريبين، بس الناس بتفرق قوي، بس الناس الصح برضو عشان يعني بس ده كده لا، كده انا اسكت الناس اقول مهم. لا الناس انا اصلا ماليش اه. تقول عليهم نقطة. لا الناس شكرا. هنكتر ناس يا جدعان قللوا ناس وكتروا زرع بجد ما فيهاش ما حدش يستحمل العالم ده. بس لا بجد الناس الصح حرفيا ده بيتم ادراكه فعلا كل ما بنكبر والله يعني كلام كليشيه قوي بس هو فعلا كل ما بنكبر كده بنلاقي ان حوالينا دايره مكونه من شخص حرفيا انا ماليش غيرك باين في الدنيا وكده تحفه. طب ما الحمد لله يا جدعان انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله خلاص ده شخص مناسب في كل الاوقات المناسبه. فده كفايه جدا البني ادم ما بيحسش ان هو ولا بقى اختار غلط ولا هو متقدر بقى ولا في مشاكل شخصيه. ف فيس لأ بجد هو فكرة إن يبقى أنا عندي دايرة مكونة بجد من إخواتي يعني عيلتي إخواتي بقى قرايبي الأصدقاء مثلا مقربين عندي مثلا واحد اتنين تلاتة أربعة يا ستي حرفيا أنا بعد بجد فدول خلاص هم دايرتي. الحمد لله الحمد لله يعني نعمة كبيرة جدا. ده كفاية قوي لأن فكرة إن هم الحمد لله الناس الصح اللي هم بيقدموا سبورت في الحلو وفي الوحش وفاهمين بقى ومتفاهمين اللي هي الناس اللي تشدك يعني فكره لما انت كنتي بتتكلمي في بوينت ان بعد مثلا الضغط كتير في التاسكات والشغل وكل ده لما انت بتكون عاوز تفصل سواء بقى باكتيفيتي هتنزل جيم هتتمشى هتقعد تعمل حاجه تانية انت بتبقى مش قادر لانك اوريدي تم اجهادك بشكل رهيب في الشغل عدد الساعات اللي فاتت. فطب انا دلوقتي مش قادر اعمل الحاجه اللي هي المفروض هتخليني ما ادخلش في مرحله البيرن اوت او لو انا فيها ترجعني منها خطوات لورا شويه. فانت في اللحظه دي بتحتاج حد معاك مش انت محتاج حد بس يشدك او اللي هو احنا هنتمشى قومي قومي يا بسومه يلا هنتمشى دلوقتي سوا ايا كان بقى الاكتيفيتي اللي هتعمله فكره ان في حد هيشدك ليه ده بيفرق جدا في المعنويات وفي العزيمه وفي ان خلاص ده بجد من يعني بيحطك على بدايه الطريق لخطوات التعافي بقى او ان انا عندي مشكله وهيتم حلها ده حقيقي. فدي حاجه يا اسطى بحس ان احنا بنبقى مدركينها بس مش مدينها حقها. احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم في، يعني هي برضه مش اكستريم، يعني هي مش حاجه، هي مش mental health issue، هي مش حاجه برضه يعني psychiatric مثلا او كده، هي حاجه كلنا هنعيشها، فمحتاجين نعرف هنتعامل معاها ازاي. وحته ان كل واحد يبقى عنده حد دي اساسيه لاي حد، اساسيه اساسيه يعني فعلا. يعني بجد بتمنى لو حد فعلا ما عندوش ان هو، يعني عارفه اللي هو ربنا وكده يهون عليه وفعلا يرزقه بحد يبقى شبهه، بس هو عارفه اللي هو هي حاجه اساسيه. بس بحس عارفه الناس اللي هي برضه بتبقى burnt out بيبقى عندها مشكله في الحته دي، ان هي آه ممكن يبقى عندها تاني بشكل subconsciously انه هي ممكن ما بتبقاش حاسه ان هي مستحقه ان هي تعمل حاجه لنفسها،
لا، ان هي تعمل حاجة لنفسها في وسط ما هي under achieving او مش محققة الكفاية. دي مشكلة. انت عارفة العقل فعلا احيانا بيبقى عدو الانسان، بجد دايما حاساه دايما والله العظيم. يقعد يدخله في لوبس كتير قوي بتمنع عليه ان هو، انا بقول كده عشان العقل ما يسمعنيش بس هو بيقعد يدخله في لوبس كتير ان هو يقلل بيها فرصة ان هو يعرف يحل المشكلة دي. هي عارفة انت اللي هو عارفة انت زي ما تبقى فاكرة انت المشكلة فيسيولوجيكلي لما مثلا الضغط يقل فالقلب يعرف يوفر كومبنسيت وكل ده. بحس ان الدماغ كتير قوي بيعمل حاجة زي كده، ان هو بيقعد بيجيب لك حاجات بتزود المشكلة سوء. فدي حاجة منها. مش كده اللي هو للأسف هو الواحد بيبقى واصل لمرحلة خلاص مفيش خالص. ولكن آه برضه ستيل محتاج القوة الكافية ان هو يكسر السايكل دي. هي فعلا بتبقى سايكل محتاجة تتكسر. تحفه تحفه، انا مبسوطه بشكل مش قادره اوصف. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا اسطى، يعني يا الله. والله ده انبسطي انا. بقى بلا اوترو، بقى بلا كلام فارغ، انا متمزج موت. احنا عملنا بارت 2 اكبر من بارت 1. من بارت 1 موت. كل ده يا لهوي، احنا قلنا الدبل محتاجين نختصر. الدبل يا اسطى، تريبل يا تريبل نهار تايم. ابيض احنا بننزل 3 اجزاء من الحلقة دي. انا عامله اصلا بودكاست عشان ارغي انا واصحابي كده، فصباح الفل. انا بجد مبسوطة جدا. انا عايزة اقول حاجة برضو، حاسة ان هي، لا يعني حاسة ان انا عايزة اقولها انه بجد مثلا كلامنا انا يعني كلامنا انا وانتي دلوقتي هو يبان ان هو كده عارفه متظبط وهو متظبط برضو يعني. ولكن بحس ان ده برضو اقل نقاش فينا يعني اه عامه. طبعا، اه يعني ده طبعا. اقل نقاش ما بيني وما بينك في العادي. ده كده ده ولا حاجه لو احنا اتكلمنا فتحنا يا جماعه تعالوا احكي لكم. يا جماعه احنا سجلنا الحلقه على بارتين، على مرتين. يعني اول مره سجلنا آه، مثلا I think كان كتير قوي بس احنا قعدنا 110 دقيقه مثلا. تمام. يا نهار ابيض. اه ده بجد كان 110 دقيقة، وبعدين سجلنا بورت يعني بنكمل باقي الحلقة وكده، فاحنا دلوقتي داخلين في 50 دقيقة. ولو سبتونا شوية كمان احنا يعني دي أقل حاجة عندنا. حابب بس أوضح إن دي أقل حاجة عندي، أقل قعدة بقعدها أنا وإيه، والله العظيم. حرفيا حرفيا فعلا. مكسوفة قوي أختم وأقول يا رب ما كنتش طولت عليكم، حاسة إن أنا بكفى، فاهمة؟ بقالك 4 ساعات بترغي، أنت مجنونة ولا إيه؟ طولتي طبعا، أموري في داهية. انا عامل نفسي مش واخدين بالنا. عايزه اقول بس والله ان انت فعلا آم، مستمع جيد جدا. وده على فكرة يعني مش عارفة ده بقى بجد مش عشان الحلقة بس، انتي في العموم شخص فعلا بيسيب الشخص ان هو يعبر عن نفسه. فهي بس الحلقة بس بتكابتشر ده يعني. بتهزري؟ اه ده حقيقي. حاسه ان انا برغي جدا، يعني انا كده كده رغايه جدا، وبحس ان انا بقعد اتكلم كتير موت، فمش عارفه يعني ما باخدش بالي ان انا فعلا بسيب الشخص يعبر عن نفسه. ما اعرفش، بقيسها بالمده، اللي هو انا مثلا بقالي 3 ساعه برغي وانتي رغيتي 10 دقايق بس، انا كده اكتر، فتمام. بس انتي بتسمعي، يعني انتي بتسمعي وبتبقي مهتمة شخص بيقول ايه، وبتسألي في اللي بيتقال، وبتبقي فعلا عارفة انتي حرفيا انتي بتبقي اكتف listener جدا يعني. بجد ده في العموم. ده انا بقول كده بعد ما لغيت انا دي، انا بقالي ساعة برغي حرفيا. يا حبيبي انت الجست، انت البطل الحلقه دي، انت كل حاجه دلوقتي. انت بتقول ايه بس يا اسطى؟ نختم بقى. كل الشكر، كل الحب، كل الامتنان، كده كده كل الدعم ليكي دايما وابدا يعني. بجد شكرا قوي قوي قوي. مش متخيله الحلقه دي كده كده تبقى من احلى تبقى احلى حلقه بالنسبه لي يعني. هشوف بقى انتي والضيوف الاخرين هتتنافسوا، اعمل لكم بقى في الاخر كده جايزه اجمد ضيف وكده. بس كده كده بجد دي اكتر حلقه في كل اللي انا عملتهم اللي فاتوا من سيزون 1 لحد الحلقتين بتوع سيزون 2. بجد دي اكتر واحده انا انبسطت فيها. طبعا وجودك، انا بحب اسمعك قوي. الكلام حلو، كلام حلو يا جماعه، يعني يا بختكم والله العظيم انتوا تسمعوا الكلمتين دول من آية. فانا ممتنه جدا بجد. شكرا يا اسطى والله العظيم لوجودك والسبورت وكلامك ولوقتك ده.
شكرا قوي قوي. مش عايزه اقعد بقى اطول في المدح والهبل ده وكده، بس مش هبل يعني، مش قصدي طبعا ان هو هبل، بس هو فاهمة عشان ايه ما يبقاش حرق في الطاقه يعني. بجد شكرا قوي قوي قوي. اوصفي لي يا فنانه احساسك طبعا، بما انك هتطلعي في التلفزيون كمان كام ساعه يعني. انا حاسه ان هو you made it يعني easier بجد. يعني اللي هو في الاول الواحد بيبقى كان اللي هو عايز يقول الكلام زي ما هو في دماغه ومش عارفه ايه، وبعدين سبحان الله يعني الموضوع كان اسهل قوي معاكي، يعني اللي هو عادي. ف يعني أليس ده كل حاجه معاكي؟ يعني حاسه كده. يا لهوي يا لهوي، وبعدين بقى في الكلام مش هحطه الكلام ده هيتمنتج. اتمنى فعلا ان شاء الله لما حد يسمع ده حقيقي يبقى حاجه ملهمه بالنسبه له، تبقى حاجه فعلا مفيده. بس ده كل عارفه ده كل فعلا نفسي يعني. مم. انا اتمنى انا طبعا انا كمان ده يعني اي ريفيوهات كده كده هشاركك فيها يا حبيبه قلبي، عشان الحلقه حلقتك طبعا. و... وبجد اتمنى فعلا كل اللي يسمع ما نبقاش طولنا عليه، ما يبقاش كلامنا وآية اتمنى. تقيل كده عدى خفيف، قدرنا نوصل اللي احنا عايزين نوصله. يعني ممكن نقول في الاخر المورال انه جماعه بالراحه على نفسكم، لا تقسوا على نفسكم في اي حاجه خالص بجد، شغل او غير شغل. الدنيا بتبقى صعبه، بس احنا نقدر نمانج ده، بس بالهداوه وعلى الرايق كده ويعني ماتش لوف. في سكوت زمان يفوت، لا انا سكران ولا رحال، ويقوم عليا الكون وانا مطحون في حب المال. راح